السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة عالم تصليح الساعات. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لكل واحد بيشتغل في الساعات أو في الأدوات بصفة عامة، الدقيقة بالذات، في المجوهرات، في الحاجات من دي. لازم يا جماعة السنون بتاعت الملقاط هي ديت، هي دي لازم تكون نظيفة، ولازم ينضفها كل شوية عشان ما يتحصلش عليها ترسيبات. أي حاجة، حتى المفكات، أي حاجة هو بيستخدمها، حتى المبارد، يعني حاجة يا جماعة لازم تبقى نظيفة عشان تقدر تشتغل بيها تاني وتالت، تحافظ عليها وكل حاجة. وبالذات مثلا اللي هم المجموعة بتاعت تزييت الساعة، ودي مهمة جدا، لازم تبقى عندها أو إبرة عادية. يعني مش هنقعد أهو أدي إبرة عادية لو هنستخدمها رفيعة، لازم تبقى نظيفة، لازم الحتة دي تبقى نظيفة. شوف هنا ازاي، بصوا معايا، مش نظيفة أوي. لو بصينا عليها عملنا فوكس اهي واضحة، شوف طرفها مش نظيف خالص، طرفها مش نظيف. طيب هنعمل ايه؟ هنستخدم نبات يا جماعة مهم جدا جدا جدا، نبات موجود في كل حتة، بالذات البلاد العربية عشان بتبقى مناطق صحراوية ومناطق حارة. النبات ده هو نبات الصبار. تعال نشوف كده شكله ايه. احنا يا جماعة هنحتاج نبات الصبار اللي انتوا شايفينه ده. اي نوع من انواع الصبار، وفي اكبر، ده حاجة صغيرة اهو، في قصيص عادي صغير خالص. شوف كل ما يبقى الحباية فيها مية أكتر زي ديت، كل ما يبقى أحسن. هنا شوف لازم تحس فيها مية، تحسها تخينة وجميلة عشان نقدر ننضف أدواتنا بيها. طبعا دي أحسن من دي، ليه؟ لأن ديت فيها مية أكتر من دي. هناخد ورقة من ديت زي ما أنت شايف أهو، دي أو ورقتين، أدي واحدة ودي واحدة. هناخد ورقتين من ديت برضه، اتنين جمال حلوين مفيدين، يعني حاجة الصبار ده حاجة مفيدة جدا. تعالوا معايا كده. طبعا احنا شفنا شكله واخدنا اهو جزء منه من الورق بتاعه. شوف هنا، شوف مليان مية جميل، وهنا بص منظره تخين مليان مية، وبيقعد المية دي فترة كبيرة فيه. كل اللي انت هتعمله مفيش حاجة خالص، هتزيت الساعة، مطرح الزيت هتعمل ايه؟ هتبقى جاية بس يا دوب. شوف مجرد مفيش تعب خالص. بص بقى، شوف بس هي بتدخل بسهولة ازاي، بس خلاص مجرد شوف طلعت مادة مطهرة، مش عشان التطهير، ومادة بتدوب الزيوت، يعني بتبقى طالعة زي الفل. بص عايز تكملها كلها اهو كده كده، يعني حاجة فوق الروعة، فوق الوصف، وخفيفة بتدخل بسهولة، لأن الورقة دي بتبقى عشان ما تحصلش تبخر بالمية، بتبقى ناعمة ومليانة مية. بص المنظر تدخل بسهولة ازاي، وشايفين المادة اللي بتطلع اهي اهو، شايفين المادة اللي بتطلع اهي. شوف حاجة يا جماعة محدش يخطر له على باله. بره بيستخدموا حاجة اسمها البيث وود، خشب كده موجود في حتت معينة، طبعا احنا مش عندنا الأخشاب ديت، فدي الحل البديل اهو. شوف المنظر اهو، شوف بقى الكبيرة دي التخينة دي بقى تنفعك في مثلا في مبرد، أو سنه بايظ او سنه مش عايز تعمل. شوف هتدخله ازاي اهو، هتدخله كده اهو. شوف طلعت الماده ازاي، شوف طلعت الماده ازاي اهو، دخله كله اهو. شوف طلع الماده ازاي اهو، طلع من ده اهو كده. هتعمله كده وكده بس، هتسيب بقى ده عليه، هتبقى زي ما انت شايف، هتبقى زي اهو، بقى نضيف زي الفل، سهله جدا جدا. ملاقيط اهو 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 اهو. تحافظ على السن بتاعها وتبقى دايما نظيفه ودايما جميله. وماده يا جماعه، دي الماده دي اللي بتطلع من الصبار، اولا فيها ماده تزيل الصدى، سبحان الله خالق يعني، وماده تزيل الزيت وتزيل اي شوائب فيها، اي نوع صبار بس يكون طري. هو طبعا معظمه يبقى طري، ما يكونش فيه شوك طبعا. شوف المنظر، حاجه جميله وفكره جميله اهو. مفكات مثلا، عايز تاخد مفك اهو، مش عاجب مثلا، مش نظيف، او كنت لسه بتعمل بيه حاجه مش نظيف اهو، خلاص كده ينضف 100%. واضحه الماده هي اللي بتطلع اهي، فوكس عليها. شوف الماده بتطلع ازاي، بص بتطلع ازاي، بص بتطلع ازاي. حاجه يا جماعه مش هتكلفك اي حاجه، لازم تعمل الحكايه ديت عشان تقدر تحافظ على حاجاتك، وتحافظ على كل ادواتك، وتحافظ على كل اللي عندك، وتحافظ على كل ادوات انت عندك اهو. بص اهو، اعملها كده
واضح طبعا المادة عليها. سيبها بقى المادة دي، هتلاقي بقى كده بتبرق بمنتهى الجمال اهو. مفك تاني مثلا، وبنمنعها بالصدى على فكرة كمان. يعني خلق ربنا سبحانه وتعالى، ربنا الخالق ده خلق كل حاجة، وكل حاجة خلق لها دواء. بص المنظر خلاص، ده كأنك يعني حطيته في حامض الهيدروليك اسيد او حامض النيتريك اسيد اللي هي مية النار عشان ينضف. بص حتى تلاقيه بقى يلمع ازاي، بص منظره بقى يلمع ازاي، يعني قبل ما يطلع وبعد ما طلع. بص منظره بقى ازاي، واضح نضيف جدا. يعني حاجة جميلة جميلة جميلة، حبيت اقول لكم عليها يا جماعة. دي حاجة اتعلمتها بصراحة، مش هتصدقوا فين اتعلمتها في اليابان. فعلا في اليابان كان كلهم بيعملوا الحاجة ديت، يعني بحيث ان هم سبحان الله عندهم نبات الصبار ده كتير جدا، وبيستخدموه فعلا في تنظيف الادوات بتاعتهم. بص المنظر، شوف طلعت بتلمع ازاي. حاجة غريبة، حاجة غريبة يا جماعة، بس حبيت اقول لكم عليها، وحاجة مفيدة وهتفيد ادواتك بطريقة. بص طلع بيلمع ازاي، سبحان الله. كان عليه صدى. بص المنظر اهو، مش هتكلم، الصورة هي اللي هتقول اهو. ناخد ورقة تانية، ناخد واحد تاني اهو عشان نقدر نشوف لونه بالظبط اهو. اهو بصوا يا جماعة اهو، بصوا المنظر، شوف منظره ازاي اهو. عايزين نشوفه كويس اهو. بص المنظر، بص بيطلع، تلاقي بيتلمع بطريقة اهو. يعني في مادة بتاكل الصدى وبتاكل كل حاجة، سبحان الخالق يا رب. يمكن دي معلومة محدش يعرفها خالص خالص، يمكن أول مرة قناة تتكلم عليها. مادة تنظف كل أدواتك وتبقى حافظ عليها وتبقى زي الفل، وتسيبها عليها يا جماعة، ما تشيلهاش، تشيلها عليها، سيبها عليها كده وهي لوحدها هتنشف وهتلاقيها لك. يعني بص ابتدت تنطف ازاي، يعني حاجة جميلة جميلة جميلة، وما تكلفكش أي حاجة، أحسن من البيث وود اللي بيستخدموه بره. طيب أنا عندي حاجة تانية مهمة جدا نستخدمه في إيه أهو. نيجي ننضف يا جماعة اللي هو السن بتاع التروس اهو. شوف نعمل ايه، مجرد اهو، شايف السن اهو، هوريه لكم اهو. السن اهو واضح، شايف زي ما انت شايف الرفيع ده. مجرد ما نعمل ايه، ندخله فيها كده خلاص، ولا يتاكل ولا يتني. كان في وساخة، في زيت وسخ اهو اهو. بصوا السن ده اهو، شايف السن اهو، سن رفيع جدا اهو. دخل مجرد بيدخل كده. الناحية التانية اهو، بص السن اهو، سن رفيع خالص، مجرد تدخله كده. معلومة مهمة جدا يا جماعة، ويمكن أول قناة في اليوتيوب كلها تتكلم عن المادة ديت، ويعني مش واخدها من حد، لكن ده خبرتي، لأن كان ليا صديق في اليابان فعلا هو اللي قال لي عليها، وحاجة جميلة جدا 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 تقدروا تستخدموها. تحياتي لكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة ديت، ويا رب أتمنى لكم كل خير. وأحب أنقل لكم يا جماعة كل خبرتي، وبنقل لكم كل المعلومات اللي أعرفها ومن كل أصدقائي يعني. وأشكركم جدا لتشجيعكم للقناة، والحمد لله داخلين على 20,000 متابع ومشترك، يعني الحمد لله والشكر لك يا رب. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في مجموعة عالم تصليح الساعات. واللي يا جماعة عنده ساعة عايز يعرضها للبيع ممكن ينزل على المجموعة، مفيش أي مشكلة عندي. يعني أنا عايز الناس كلها تستفيد، واللي عنده معلومة حلوة يقولها لنا، واللي عايز يبيع ساعته يقول ينزلها وينزل صورها. يعني يعني أنا أعتز بيكم جميعا. تحياتي لكم وأشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.